في ظل الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المكثف على المناطق المحتلة وجنوب المغرب، وخاصة عاصمتها العيون الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المناضلين العزل. وفي تحد واضح، نظمت تنسيقية ملحمة قديميزيك للحراك السلمي لقاء تواصليا، وذلك يوم السبت 27 من شتنبر على الساعة 6 بتوقيت غرينتش. اللقاء الذي حضره مناضلي التنسيقية حيث ناقشوا أهم تطورات القضية الوطنية، إضافة إلى سياسة الترهيب والاعتقال والتعذيب ومنع المنابر الخطابية وكتم الأفواه المنادية بصوت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والاستقلال. كما أكد أعضاء التنسيقية على أن الاحتلال مهما حاول في مخططاته لتفشيل سلمية نضال الصحراويين فلن ينجح في ذلك، بل على العكس، فالشعب الصحراوي عازم على انتزاع حقه وبالقوة، خصوصا وأننا في مرحلة حاسمة من مصير القضية الوطنية تستلزم من الجميع التعبئة والاستنفار الشامل لجميع الجماهير الصحراوية بدون استثناء. وبعدها مباشرة خرجت الجماهير في مسيرة سلمية جابت شارع البير جديد وسكيكيمة، رفعت خلالها الأعلام الوطنية وشعارات تهتف بالاستقلال وأخرى تطالب برحيل الاحتلال. دامت المسيرة نصف ساعة من الزمن، حيث حضرها العديد من المناضلين إلى جانب أعضاء تنسيقية ملحمة قديميزيك للحراك السلمي. ويبقى شعارنا الاستقلال سلما أو بالقتال. صالحة بوتنجزها العيون المحتلة.